اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكم يا أجمل وأغلى متابعين في الدنيا. حبيت أصبح عليكم كده بفيديو جميل قوي. معانا النهاردة قرص طرية حلوة قوي كده مع كوباية شاي بلبن، وأحلى قرص طرية هتاكلوها في حياتكم. هي مش محروقة بجد، يعني هي اللون الكاميرا اللي ظالمها. بصوا، هي بجد جميلة قوي وطرية وطعمها حلو جدا جدا، يعني بجد تحفة. عايزة افتحها لكم من جوه. بصوا اهي طرية جميلة جدا، والطعم كان حلو جدا جدا جدا، بجد طعمها حلو. والوصفة معانا سهلة ولذيذة. يلا ندخل على الفيديو ونشوف مقاديرنا كانت ايه، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. هنا بقى كده حبايبي دخلنا على الوصفة بتاعتنا النهاردة. معانا هنا 2 كيلو دقيق منخولين طبعا وزي الفل. طبعا لازم ننخل الدقيق كويس جدا قبل العجين. معانا هنا لبن، ومعانا كوباية زبادي، معانا 4 معالق لبن بودر. كل كيلو دقيق بياخد معلقتين لبن بودر. تمام. هننزل بقى كده بالمقادير واحدة واحدة، وهقول لكم المقادير تاني بالظبط عبارة عن ايه. دي كده هناخد هنا السكر. كل كيلو دقيق بياخد معلقتين سكر. دي كلكيعة كده نزلت في السكر طلعتها. 4 معالق سكر زي ما بشاور لكم كده. 4 معالق سكر كل دقيق، معلقتين سكر، ذرة ملح. ومعانا البيكنج باودر، هناخد برضو معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر. احنا كده كده هنستعمل خميرة، فهناخد معلقة بيكنج باودر. قرص الطريقة النهاردة معانا طريقتها حلوة قوي. معانا كيس خميرة، كيس كامل خميرة بمقدار معلقة كبيرة خميرة. هو الكيس بيبقى معلقة من معلقة الأكل الكبيرة. ومعانا هنا برضو اللبن البودر. دول 4 معالق لبن بودر. كل كيلو دقيق بياخد معلقتين لبن بودر كبار. هو هنا كان لبن بودر، لبن كان معايا لبن كامل الدسم، وكان معايا خالي الدسم. كملت بصراحة الاتنين على بعض لان ما كانش معايا كامل الدسم كتير. هنقلب بقى المقادير كده جافة على بعضها. بعد كده نبتدي ننزل بالسوائل. هنقلب بس المقادير جافة الاول علشان خاطر تختلط كلها كده ببعضها. معانا طبعا لبن. اللبن مش مقدار معين، ممكن تاخدي كيلو لبن، ممكن تاخدي 3 كوبايات لبن، على حسب العجين ما هتاخد معاكي. هنا دي كده السمنة، ده كده مج، يعني ال2 كيلو بياخدوا كوبايتين سمنة. تمام. ادي كده كوباية، بس انا يعني معايرها في مج كبير او كوباية كبيرة طبعا المتوفر. هننزل السمنة كده كلها. دي السمنة اللي انا كنت مسيحاها معاكم في فيديو، هنزلها لكم برضو، هنزل لكم الوصفة بتاعتها. دي سمنة اللي هي القشطة بتاعتنا اللي احنا بنسيحها، جميلة جدا، وفي الطعم القرص تحفة بجد يا جماعة. يعني جربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله. سمنة بقى كده او سمنة انتي مسيحاها، سمنة عادية شارياها ومسيحاها برضو، دي سمنة بلدي. تمام كده. حطينا كوبايتين سمنة لكل كيلو دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية زيت. كده حطينا كوبايتين سمنة، هنحط كوباية زيت. يبقى كل كيلو دقيق، لو هتعملي مقدار 1 كيلو دقيق، بياخد معلقتين سكر، ذرة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين لبن بودر، معلقة كوباية سمنة، ونص كوباية زيت. لو هتعملي مقدار 1 اللي هو كيلو، مقدار كيلو 1 بس. تمام.
طبعا انا كل شويه بحاول اجيب لكم الحاجه اللي انا بحطها علشان خاطر تبقى واضحه في الفيديو. طبعا زيت يبقى زيت نظيف، مش زيت آلية، مش زيت تحمير، يعني يبقى زيت حلو علشان يبقى طعمه حلو. هو كان زيت، هنا زيت عباد دور انا بوريه لكم اهو، كان زيت عباد، كان زيت عافية. طبعا الزيت لازم يبقى حلو علشان خاطر يديني برضو ريحة وطعم، ما يبقاش فيه طعم وحش في القرص. هنبتدي بقى هنا كده نبس الدقيق بالسمنة والزيت. هنبس الدقيق كويس جدا بالسمنة والزيت. تمام، انا بقول لكم هنا 3 كوبايات المادة الدهنية، 3 كوبايات على 2 كيلو سمنة. هنبسها حلوة قوي، بصوا كده، يعني حاولت اقلبها الاول بايدي، وبعد كده هنبتدي نبس بقى كده بايدينا كويس جدا الدقيق مع المواد الدهنية مع السمنة والزيت. لو مش حابة تحطي زيت هتحطي 1.5 كوباية سمنة على الكيلو، لكن الزيت برضو بيديها يعني طراوة حلوة، وبتخلي التحمير بتاعها يبقى معاكي حلو. طبعا هو المتاح، في ناس ممكن تعملها من غير سمنة خالص، بس هتبقى ناشفة شوية، بس برضو هتبقى حلوة. هنا كده الدقيق كله اتشرب، هنا بسيناها كويس، بصوا بقت عاملة كده زي رملية. الدقيق كده بقى دقيق زي الرمل مبلول، بقى عامل زي الرمل المبلول كده، بسيناه حلو قوي مع السمنة. لازم الدقيق كله يشرب من السمنة كويس جدا. هنا بقى هننزل بكوباية زبادي كبيرة، شكرا. هننزل بكوباية زبادي كبيرة، وهننزل معانا باللبن بتاعنا. اللبن بقى لو عندك لبن رايب حطي، عندك لبن عادي. يعني انا ساعتها ما كانش، يعني ما كنتش بصراحة ما كنتش مجهزة ان انا هعمل القرص، بس لو مروبة لها لبن وعندك لبن رايب، انتي مروباه في البيت عندك او جايباه لبن رايب جاهز، هيبقى حلو برضو، بيديها طراوة اكتر. بس انا يعني حطيت كوبايه زبادي علشان خاطر ما عنديش لبن رايب، لكن لو عندك لبن رايب مش هتحتاجي كوبايه الزبادي خالص. يبقى زي ما احنا قلنا كده، بديل اللبن الرايب هنحط لبن عادي، لبن حليب عادي بدرجه حراره المطبخ، يعني مش لبن ساقع ومش سخن، مش بنعجن بلبن ساقع ومش سخن. تمام، وهنحط عليه كوبايه زبادي. كده حطينا كوبايتين لبن وحطينا كوبايه زبادي، هنشوف هنحتاج تاني قد ايه. لو هنحط لبن رايب هنحط ال3 كوبايات دول مقدار كوباية الزبادي، عشان كوباية الزبادي دي كتير. مقدار كوباية الزبادي هنحط لبن رايب، يبقى هننزل لو عندنا لبن رايب ب3 كوبايات زبادي. وهنبس بقى العجينة كويس جدا ونشربها كلها اللبن اللي احنا حطيناه. طبعا لو العجينة ناشفة معاكي في ايديكي، طبعا انتي شايفة ان العجينة هتحتاج تاني ولا لأ، فهتبتدي تنزلي عليها عشان تعجنيها كده. دي كده الكوباية التالتة للبن. هنقول الرابعة لو عندنا اللبن رايب. تمام يا جماعة، يا رب تكون قادرة اوصل لكم المعلومة بتاعتي، ويا رب تكونوا بتفهموا من شرحي. طبعا احنا نسينا نحط سمسم في المواد الجافة، معانا بنوتة رخمة شوية مش بتحب السمسم، فخليتها مشيت ورحت حاطة شوية سمسم، يعني معلقتين 3 كبار كده. يعني انا كده كنت بسيت العجينة، وطبعا السمسم نسيته، اثرية هي كانت مخبياه علشان ما احطش سمسم، بس حطيت برضو. بصوا بقى كده العجينة، بصوا فيها عرق ازاي، وكده طرية وبقت زي الفل. طبعا هنجرب كده قطعة كده ونشوفها. بصوا ما شاء الله بتفرد معانا، وكانت جميلة جدا ما شاء الله. يعني عجننا فيها بصوا لحد ما العجينة كلها لمت من الطبق. بصوا الطبق نضف ازاي، قعدت اعجن فيها. وزي ما حطينا كده اللبن، يعتبر 3 كوبايات لبن وكوباية زبادي، علشان اللبن لبن حليب، لكن لو لبن رايب هنحط 4 كوبايات لبن رايب. هنسيبها بقى ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة. هنريح العجينة مطرح العجن بس، مش هنخمرها،
هنريح العجينة على بال ما نجهز الصواني بتاعتنا اللي هنحط فيها ونبتدي نقطع. هنا كده العجينة ريحناها، وهنبتدي بقى نقطع الكور بتاعة القرص بتاعتنا النهاردة. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي وتعليقاتكم الجميلة. نبتدي بقى نقطع طبعا على حسب ما انت عايزاها كبيرة شوية تقطعيها كبيرة. القرص معانا هنا كانت سادة، ما كانش فيها اي حاجة، ما كانش فيها اي حشوات يعني، ولا ملبن ولا عجوة ولا اي حاجة. القرص معانا كانت سادة، الولاد بيحبوها سادة اكتر من الحشوات. طبعا زوجي بيحب حشوات والولاد بيحبوها سادة، فطبعا الاغلبية بنعمل للولاد اللي الولاد بيحبوه. لا يعني، فان شاء الله المرة الجاية هعملها لكم بحشوة ان شاء الله باذن الله. نبتدي بقى نقطعها ونبططها كده على ايدينا. تبططيها على ايديكي، تبططيها في الصاج نفسه. ممكن تفردي نص فردة كده في ايديكي وبعد كده تبططي في الصاج، بس لازم تخدمي العجينة كويس ان انتي تلفيها. يعني انتي بتقطعي العجينة وتلفيها على ايديكي كويس، ونبتدي ننزل بيها نبططها كده. بصوا كده، مش رقيقة قوي ومش عالية قوي، لان هي كده كده هتختمر. تمام، هي العجينة لما تختمر هتعلى تاني اكتر من كده، فما نرققهاش قوي علشان ما تنشفش معانا كمان في الفرن. يعني يبقى ليها تقريبا كده سنتي او نص سنتي علو كده مرتفع، علشان خاطر لما تخمر معاكي، لان احنا هنسيبها تخمر بعد ما نخلص تقطيع فيها، هنسيبها تخمر وبعد كده هنخبزها، فهي كده كده هتنتفخ معانا في الخمر. هنبتدي بقى نقطع كمية حلوة كده وبعد كده نبتدي نبططهم. انا طبعا بحاول اوريها لكم كده، اوريكم كذا واحدة علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. معلش الفيديوهات بتطول معايا، بس يا رب كده اكون ضيفة خفيفة وتكون وصفاتي حلوة كده على قلبكم، واكون بقدر اوصل لكم المعلومة تكون سهلة. وما تنسونيش بقى في اللايكات والتعليقات الجميلة ودعوات حلوة كده يا رب من قلوبكم، ولكم بالمثل جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا التقطيع بقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة مش شرط، وبتفرديها طبعا. حبيت ان انا اقطع كده كذا حاجة وبفرد بقى على الصينية كده، فكانت اسهل بصراحة. العجين في الشتاء يا جماعة والخبيز بقى في الشتاء كمان بالذات، ان انتي تخبزي كده القرص والحاجات دي في الشتاء بتبقى بتدي ريحة حلوة قوي كده في البيت، وبتدي دفى بقى وبجد الولاد يعني بيبقوا عاوزين ياكلوا اي حاجة بقى. الولاد اللي بتسهر بالليل تذاكر او في اجازات، كوباية شاي بلبن كده بقى مع القرصة بتبقى جميلة بصراحة. في الفطار بتنفع، في العشاء لو حد جاع بياخد له قرصة بالهنا والشفا. هما عملت ال2 كيلو تقريبا، قعدوا كام يوم كده وبالهنا والشفا، كانت عجباهم يعني. وفرحت جدا ان هي خلصت بسرعة، ما قعدتش كتير، فكانت ما شاء الله كانت جميلة يعني. بصوا بوريكم السمك تقريبا دي كده نص سنتي، مش عالية قوي. في حاجات كانت نص سنتي، في حاجات كانت سنتي كامل. بحاول طبعا اقرب المسافات شوية علشان الصاجات معايا تكفي. يعني انا كنت قلقانة الصاجات ما تاخدش الكمية اللي معايا. هعمل بقى وهكمل برضو بقية الطريقة بقية الكمية بنفس الطريقة، ان انا هكورها وهبتدي ارصها كده في الصاج. هكورها وافردها في الصاج، افرد على الايد طبعا زي ما قلت لكم، الاسهل ليكم والاحب ليكم. هنا كده بقى كنت خلصت الكمية كلها تقريبا. كان في صينية تاني ممكن تكون صغيرة حطيتهم هما كده. دي 3 صاجات كبار. بصراحة تسوية المخبوزات في السيقان الألمونيا بتبقى ممتازة جدا جدا، تدي سوا حلوة قوي وتحمير حلوة قوي. ف غير الصاجات اللي هي الصاج نفسه اللي هو الخامة صاج، ما بتبقاش حلوة زي الألمونيا بصراحة بتبقى احلى. هنا كده كنت قطعت، ما كانتش لسه خمرت، هنسيبها بقى تخمر
يعني هنغطيها كده بفوطة نكمرها كده كمرة حلوة عشان الجو ساقع طبعا واحنا في الشتاء، وهنسيبها تخمر بقى كده مع نفسها، وبعد كده نبتدي في التسوية بتاعتنا. هنا كده بقى كنت بلمهم فوق بعض علشان اغطيهم كده، وحطيهم بقى في مكان دفا علشان يخمروا معاكي بسرعة. انا كنت حطاهم هنا على الرخامة وغطيتهم بفوطة تقيلة بشكير كده تقيل، وبعد كده رجعت نقلتهم تاني في حتة دفا لاني لقيت الرخامة ساقعة قوي والجو كان ساقع، فحسيت ان هم هياخدوا وقت في الخمير تقريبا ساعة بالظبط، وكانوا خمروا يعني. بس اهم حاجة تدفيهم، يعني تحطي عليهم حاجات كده يحسوا بالدفا عشان الخميرة تشتغل. هنغطيهم بقى كويس زي ما قلت لكم. بصوا اهو بشكير كبير وكان تقيل، غطيناهم. وهنا بقى كده نرجع بعد التسوية. طبعا الكاميرا ظالمه التسويه والله، في حاجات بيضه دي مش بيضه، لا هي كانت صفرة صفار حلو، فانا ما حبيتش ان انا اسيبها اكتر من كده علشان ما تحمرش. على فكره انا كده مش مشغله شوايه، انا مشغله الفرن تحت بس، كنت عاملاها على درجه حراره 200 وابتدينا نشتغل. في حاجات بحطها تحت 5 دقايق، وبعد كده برفعها فوق على الشبكة 10، يعني بحطها تحت على الصاج الأرضية بتاعة الفرن 5 دقايق بالظبط. كنت بصراحة قاعدة جنب الفرن علشان خاطر مركزة معاها في الوقت. 5 دقايق وبعد كده برفعها فوق على الصاجة طبعا السخونية على الشواية على الشبكة. فكانت السخونية بتحمر بقى الجزء من فوق. بصوا بقى هنا كده، يعني الصاج دوت اخر واحد كان طالع وكانت سخنة، كنت بوريها لكم وهي والله كانت سخنة في ايدي، بس كانت هشة وكانت طرية وكانت جميلة جدا. دي رقيقة شوية بس والله برضو كانت طرية، وتحميرها برضو يعني حتى المتحمرة قوي دي كان برضو تحميرها حلو. بصوا دي اللي هي لونها ابيض اللي انا بوريها لكم دي، يعني انا بوريكم لونها ابيض برضو من جوه. بصوا مستوية، بصوا، ومتحمرة برضو من تحت، وكان طعمها تحفة بجد، يعني كان طعمها يجنن. تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة